الصديق النبي يوسف جاءته امرأة في مكان لا يراهما أحد من البشر، وهيأت نفسها وطلبت منه الفاحشة. حاول معها أن ينصحها، أن يرجعها إلى إنسانيتها، ما رضيت فغضبت، أرادت أن تضربه لكي تجبره على إتيان ذلك العمل الحيواني. فرأى بأسمته أن أفضل حل هو الفرار، فهرب منها. هذا يوسف في ذلك الموقف. لا حتى في زماننا المؤمنون العاديون يقعون في هكذا مواقع، فيرفضون الانجرار وراء الحيوانية. أنا وأنت بشر، أي فينا إنسانية. 10 ثواني امنع عينيك من النظر إلى هذه المقاطع، تتمكن أن تسلط نفسك وعقلك على قدرات الشيطان.